من الخرافات كده اللي تتكون هنشرح يعني سببها ايه. انا عندي قاعده مهمه قوي اسمها ما تبعطرش السكر قبل ما تدوقه. احنا احيانا بنخش البيزنس وبنكسب فلوس، تكسب مثلا 100,000 جنيه، فتقول بس انا بقى المشروع ده محتاج ايه؟ ده محتاج المعده دي والمكن دي، ومحتاج ان انا اعمل كذا، ومحتاج تلاقي 100,000 جنيه شفطوا في البيزنس بتاعك. انا شايف انه مش صح، لازم تدوق السكر قبل ما تبعطر. 100,000 دول خد منهم جزء، ربعهم، نصهم، روق على نفسك، خليك نفسك تحس ان انت كسبت وتعبت. التعب بتاعك ليه مقابل ولو مادي ومعنوي. ارضي نفسك وفرح نفسك وفرح الناس اللي حواليك، خليك تحس ان المشروع بتاعك بيطلع سكر. لكن انت ما تقعد تمسك السكر ده وتكسب وتبعطره بقى في اصول، هتقول لي انا جبت اصول وجبت حاجات، في شهور في السنه هتعدي عليك ومواسم مش هتشتغل، فممكن لا قدر الله يحصل كساد بعد فتره، تقول ايه ده البيزنس ده انا ما كسبتش منه حاجه خالص، ده عمره ما جاب لي حاجه. تبدا اصلا البيزنس اللي انت ما خدتش دوق سكر وخفت عليه واديت له، تبدا بعد شويه تكرهه. لا، الصح ان انت دوق السكر وبعد كده بعطره. ما تضيعش فلوسك تحت مسمى انا بزود الاصول وبكبر البيزنس بتاعي، لا، دوق السكر قبل ما بعطره.